السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا على خير وبخير وما يخصكم حتى شي خير ان شاء الله. انا جيتكم دابا وانا في الباديه. دوزت واحد الاسبوع في الباديه وحنا تنجنيو الزيتون والحامض. كل الفاكهه كاع اللي طابت في البلاد، وجينا نعاونوا الوالده والخوت في الزيتون. وانا دابا في الباديه قلت اش غادي ندخل نوجد معاهم في الغدا واحد الغدا اللي قليل اللي تيصايبوا في الصراحه في البيوت ديالو. وصراحه محب للناس المغاربه كاع تيبغيو هاد صيكوك. شكون اللي ما تيبغيش البلبوله باللبن؟ الصراحه هي اللي حاولت نوجدها مع، ما درتهاش في الغدا في الصراحه، درتها مع العصر ووجدتها ليهم وبغيت نشاركها معكم. دابا حنا جنينا الرمان، كنت نجني هنا في الرمان معاهم. وصراحه تيجنيو هاد الدراري، انا طيبت معاهم، طيبت ليهم الغدا والكوتي. وقالت لي الوالده غنديروا اليوم صيكوك، درت ليهم صيكوك. ايوا غادي نشارك معكم البلبوله ديال الزرع ديال الشعير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. وتنتمنىكم تشاركوا معايا. شو تبارك الله خيرات ربي ديال الرمان والزيتون حتى هو جنينه وجنينه الحامض. احنا كنا في الباديه، وتنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، ونشوفوا البلبله ديال البلاد وديال الشعير اللي مصايبها الوالده على يديها. المهم انا كنتش غادي نسجلها في الصراحه، ما بديت معكم التسجيل حتى الاخر. هذا هو الزيتون بعد ما جنيناه وتنديوه للطاحونه باش نطحنوه. هذه هي البلبوله ديال الشعير اللي مصايبه الوالده على يديها. الزرع معروف عليه، داك الزرع تنشريه وتفرديه وتفرديه وتحيدي منه داك الصفه ديالو وداك الشيء. كاع داك الوسخ اللي تيكون فيه، وتدريه في البرد باش يطير داك الخشلاع ديالو. تيبقى غير الزرعه تطيح تنشدوه بحال هكا تنضوه للطاحونه. المهم هو صراحه هاد الزرعات تتصايبوا غير لاله مولاتي، صراحه صعيب باش تصايبيه وتجمعي البلبوله ديالو، صعيب شويه. المهم انا دابا حيت بديت نفور وعاد تفكرت خاصني نسجلو معاكم. المهم هو هذا بحال هكا تيكون هاد الشعير، وشديته غسلته وسقطرته واحد ربع ساعه، خليته تيتسقطر في الكسكاس في شي شبكه. من بعد رديت الماء تيغلي وشديته ودرته. ها هو، هي هذه البلبوله درتها تطفور. هي هذه البلبوله ديالنا فورتها حتى هي 3 الفورات بحال الشكل ديال الكسكسو. ما وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساونيش فواحد البصيمه واحد اللايك. هذه هي الفوره الاولى ديالي. انا راه نسيت، كنت غادي نسجل معكم من الاول وما كنتش غنسجل. دابا الحمد لله فكرت باش نسجل ونشوف مع خوتي وخواتاتي يشوفوا معايا هاد البلبوله ديال الزرع. درت هنا الماء والملحه ونصرش الماء والملحه وشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليك. الصراحه واحد المذاق تيجي البلبوله دافيه مع اللبن بارد، ما نقولكش راه تيجي واحد المذاق. وهي البلبوله جديده اللهم فوراها وتتصايب صيكوك، تبدا تلقى داك النشا ديالها مع اللبن. الصراحه ما شهيتكم فيها، راها تجي روعه والله ما نكذب عليكم، تجي لذه روعه. هي هذه البلبوله ديال الزرع ديال الشعير. شدين نتا بحال هكا نبقى نحل فيها، وانا رشيت شويه ديال الملحه، الماء والملحه وشويه الزيت، وانا تنحل فيها بحال هكا. وغادي نردها ان شاء الله عاوتاني الكسكاس ديالها، تنكمل ليها 3 الفورات واحد نشوفوا الاخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. لو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش خوتي خواتاتي واحد البسيمه واحد اللايك، غير فضلا منكم ليس امرا. والمهم اللبن هو تنخضوا لينا الوالده. في الباديه راك عارفين تبارك الله البقار، وعارفين الله يرزقنا غير بالصحه والسلامه والشتا ان شاء الله تجي. المهم اللبن صوبات الوالده
هي اللي مناخده. غنزيد شويه ديال الملح ان حسيت به باقي باسله. غنزيد شويه الملح وغادي نخلط مزيان. تتحسي بها، شوفي تتحسي بها دخلها الطياب ديالها، بينه دخلها الطياب. هي هذه الفوره الثالثه، الفوره الثالثه حيت الاولى ما سجلتهاش معكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هي هذه الا بغيتي تحليها في الاخر تقدر تحليها بشويه ديال زيت العود. انا حليتها بشويه زيت الزيتون جديده الله مطحونه. المهم غادي نحلها باش تحاول تبرد ليا شويه. عاد نديرها ليه في الزلايف، غنستفها في الزلايف. هو هذا هو برد. دابا تنعمر كل واحد الزليفه ديالهم وغادي نجمعهم ان شاء الله في واحد البلاطو. حليتها ديجا راني محلوله هاد البلبوله بشويه زيت العود. هو هذا اللبن راه مصايبه الوالده بصراحه، كنت دايره في الثلاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. اللبن تبارك الله ما مصفيش بزاف، راه باقي بالزبده ديالو. شوفوا الزبده ديالو كيفاش تهبط معاه. تيجي روعه. عرفتي الوليدات الا عطيتهم هاد الزليفه ديال البلبوله ديال الشعير راه صحيه لوليداتكم. انا راه بينت لكم غير الزليف اللي هما قلال، راه الزليف صيفطتهم للوليدات وهادو باقي حتى هما غنصايبهم لقدهم. هما دابا راه تياكلوا فيه هما تيجنيو وهما تياكلوا مع العصر. صوبتوا ليهم هما تيجنوا الزيتون وفي الحامض والرمان للدراري كاملين وعطيتو ليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هو هذا. ولا مشيتوا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش فواحد البصيمه وواحد لايك وشاركوا الفيديو مع شفتوا الزبده. هي هذه الزبده شفتها في المعلقه، ان اللبن ما مصفيش بزاف. شاركوا لي القناه مع الاصدقاء ديالكم والعادات اللي عندكم في الواتساب باش صراحه يساعدونا ويعجبهم حتى الفيديو ويعمل الفائده. هو هادو البنيات تياكلوا الصيكوك تيحماقوا عليه، تيعجبوا بزاف. شكرا.